أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الأعزاء على قناة لازق سبورت. سنتحدث اليوم على موضوع المدرب السوري، وذلك تابعنا المزيد من التفاصيل والتحليلات حول هذا اللقاء المهم. ولكن تضغطوا ليس أمر اشتركوا في القناة وفعلوا جرس الإشعارات ليصلكم كل ما هو جديد. بعد النتائج المتواضعة للمنتخب السوري تحت قيادة المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر، بدأ الاتحاد السوري لكرة القدم في البحث عن بديل لتعزيز مستوى قبل الاستحقاقات الدولية القادمة. وفي هذا السياق بدأت التكهنات تشير إلى اهتمام الاتحاد السوري بالتعاقد مع المدرب الفرنسي هيرفي راند، وذلك المعروف بإنجازاته الكبيرة مع المنتخبات الوطنية. المدرب رينارد الذي سبق له تدريب منتخب مثل منتخب زامبيا معها وحقق معها بطولات قارية، أصبح هدفها رئيسي الاتحاد السوري الذي يسعى إلى تحسين أداء المنتخب وجعله منافسا قويا على الساحة الآسيوية. يتميز المدرب الفرنسي بأسلوبه التكتيكي المنظم وقدرته على بناء فريق متماسك وقوي، وهو ما يراه الاتحاد السوري مناسبا لتحسين النتائج والوصول إلى مستويات أعلى. ومع ذلك فإن الأمور لست بهذه، حيث تواجه محاولات الاتحاد السوري لكرة القدم عدة تحديدات، منها العرض التي التقاها ريناد من أندية ومنتخبات أخرى، بالإضافة إلى التكاليف المالية المرتفعاتها قد تعيق قد الأمور. ومع ذلك يستمر الاتحاد السوري في مساعدة إقناع بقيادة المنتخب السوري في الفترة المقبلة في ظل تعطلات الجماهير السورية لرؤية فريقهم يتألق على مستوى القارة والدولي. وفي الوقت الحالي يبقى القرار النهائي متعلقا بالاتفاق بين الطرفين، وإذا ما نجح الاتحاد السوري في اتمام هذه الصفقة فإن قدوم رينات قد يكون نقطة تحويل كبير في مستقبل الكرة السورية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.